هو احنا ليه بنكره الشخصيات اللي زي ماهيتو؟ زي مثلا يعني احنا ليه بنحب الجوكر او بنحب مادارا او بنحب ذا بانشر من مارفل؟ ليه في شخصيات شريرة بنحبها ويمكن كمان بنحبها اكتر من الشخصيات الطيبة، وفي شخصيات شريرة بنبقى بنكرهها؟ ببساطة الشخصيات اللي زي ذا بانشر بيكون ليهم عدالتهم الخاصة، اللي هو الراجل ده والله عايز يحقق العدالة لكن هو طريقة تنفيذه للعدالة دي بتكون غلط. أو مثلا الشخصية الشريرة دي تكون شخصية لها ماضي زي الجوكر، يكون الماضي بتاعه هو اللي أدى للأفعال الشريرة اللي هو بيعملها، فأنت بتبقى بتتعاطف معه رغم إن هو شخصية شريرة، وبيكون عندها أهداف نهائية هو بيسعى ليها، وبيكون عنده برضه طريقة تفكير ومبادئ عمره ما بيتخلى عنها. لكن الشخصيات اللي زي ماهيتو دي بتكون شخصيات سايكوباتية ومستفزة، بيقتل عشان هو عايز يقتل، وبيأذي عشان هو عايز يأذي، وبيستمتع بشكل الناس وهي بتتأذى، بيضحك عليك وانت بتتأذى. الشخصيات دي اعتقد ان مفيش حد بيحبها الا المجانين يعني او المرضى النفسيين. فالموضوع ده اثار انتباهي بصراحة يعني، فكنت عايز اشاركه معاكم بس كده يعني. لو انت مهتم بالدخلات دي وعايزنا نتكلم عليها اكتر، ما تنساش ايه بقى، تعمل لايك وسبسكرايب وتروق علينا كده. سلام.